ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. نتكلم كلمتين كده عن ماتش الاهلي والمصري اللي انتهى بالتعادل 0-0. والاهلي فقد نقطتين مهمين جدا في صراع الدوري، وما استفادش بالهدية اللي قدمها له الزمالك وفيوتشر وبيراميدز، ان هو يبعد بالصدارة بفارق 7 نقاط عن الزمالك و6 نقاط عن فيوتشر التاني. انما الفرق زي ما هو 4 نقط بين الاهلي وفيوتشر و5 نقط بين الاهلي والزمالك. اول حاجة، ليه ما نعملش الاقتراح ده؟ اول لما نجيب اللعيب نساله الاول، زي ما بيسالونا كده في الانترفيو لما بنروح نقدم في شركه: انت بتعرف تشتغل تحت ضغط؟ احنا نسال السؤال ده للعيبه: بتعرف تلعب تحت ضغط ولا لا؟ عشان ملهاش تفسير تاني. اللي بيحصل ده ان اللعيبه دي مش عارفه تلعب تحت الضغط الجماهيري ولا الاعلامي، ولا ان كل الحاجه او كل العيون بصلهم او بص عليهم. اللعيبه بتبقى مكسره الدنيا في انديتها، ويجي عندنا يقلبوا بطه بلدي، بينسوا الكوره. امثله كتير بقى، اخرهم حسام حسن اللي كان عندنا مفيش خالص. اول ما مشي من عندنا راح سموحه، جاب جونين الفوز لسموحه الماتش الاخير. شادي حسين كان مدغدغ الدنيا مع سيراميكا، جه عندنا مش عارف يباصي الكوره. ملهاش حل تاني ان هم مش عارفين يلعبوا تحت ضغط جماهيري ولا اعلامي ولا اي حاجه. مش طبيعي اللي بيحصل ده. وده محمد شريف اللي كان من سنتين هداف الدوري وهداف في افريقيا، مش عارف يباصي الكرة. ايه اللي بيحصل له ده؟ اللعيبه قدام الجون تايهه. احنا في اجوان كتير قوي بتضيع مننا، والماتشات سهله بتضيع مننا بسبب تضييع الفرص يعني اللي لو جبت عيل صغير هيجيبها. تاني حاجه، احنا ليه الحكام بتاعتنا ما عندهاش ضمير؟ بجد والله العظيم ليه؟ هيقابلوا ربنا ازاي؟ اخطاء تحكيميه يعني اقل حاجه تتقال عنها انها فجره. فجره. ايه الحكم ده جايبينه منين ده؟ مش ممكن. لا، واخر حاجه عجبتني قوي في الماتش: حمدي فتحي راح يعترض على الوقت الضايع اللي انت حاسبه وبتصفر قبله. ليه؟ لان انت حاسب سيادتك 6 دقايق ضاع منهم يجي دقيقتين في الجون، ويجي تغييرين، يعني ضاع اقل واجب 3 دقايق. اديت دقيقه واحده فالراجل راح يعترض. قوم ايه؟ محمود متولي جاي يتكلم معاك ولسه ما فتحش بقه، هو واحمد عبد القادر. تقوم سيادتك مديله هو الوحيد اللي انذار من وسط التلاتة. ليه؟ عشان خاطر محمود متولي هو اللي مهدد ان هو يغيب عن ماتش الزمالك الجاي، فلازم تديله انذار عشان خاطر ما يلعبش الماتش الجاي. هو في كده؟ مش ممكن يعني. وقفشه ناقص يموت ناقص يموت عشان تحسب له ضربة جزاء. قفشه واخد بوكس فتح له عينيه، ما فيهاش اي حاجه. شريف الراجل هارس رجله، هارس رجله طرد مباشر، اكني مش موجود ولا الفار موجود ولا الحكم موجود ولا اي حاجه موجوده. وليه ما نخليش الوقت الضايع يتلعب بما يرضي الله؟ زي كاس العالم كده، لما شفنا كاس العالم كان لو ادى 15 دقيقه وضاع منهم 3 دقايق بيضيفهم تاني، هيخلي مفيش حد يفكر يضيع وقت اصلا. هتلاقي الماتش كله بيتلعب كامل. وبلاش القرف اللي احنا بنشوفه ده. احنا كده ما بنشوفش كوره. حرقتوا دمنا واحنا هنفضل متاخرين لحد امتى؟ الماتش الجاي قدام سموحه في الكاس، يا ريت بقى نلعب برجوله شويه ونخلص الماتش من اوله، عشان ما نفضلش بقى في الهري بتاع تضييع الوقت ده. والماتش اللي بعده الزمالك نكسبه عشان خاطر نفرق بقى بالصداره ونرتاح شويه. في اخر الكلام، سلام.